يعني مثلا انا هنا في الاكاديميه كلمت مستر رضا عن المشاكل اللي بتقابلني في الحلاقه والمشاكل اللي بتقابلني شخصيا. فاهم قصدي؟ لكن هناك مش هتلاقي حد هناك يتكلم معاه مفيش. ولا حد في هيفهمك ولا حاجه هتعرف هناك تتكلم بيقولوا معاه. عليها ايه، اتس نوت ماي كيس، مش حالتي. ما يخصنيش. وش اتعامل مع كده نفسك. دايركت كده، اتس نوت ماي كيس. تقعد تحكي طب مش عارف اتس نوت ماي كيس. الحلاق اللي انا رحت اتعلمت معاه ده انا دخلته الاسلام، تمام، ونصحته وعلمته وبقيت اتعلم حاجات كتير عشان اعلمها له. جيت انا اتعلم الحلاقه، فضلت شهر معاه لسه بمسك المكنه بتاعه الحلاقه انا مش عارف فين الزيرو وفين النص، وبقيت امسك شهر كامل. والله العظيم شهر كامل ما اتعلمتش اي حاجه. فانا شايفه مثلا ماسك مشط عمال يشيل في مشط ويحط في مشط وانا مش فاهم انت بتعمل ايه. ما بيقولش. ما بيقوليش. اخر ما زهقت طب انت ليه بتحط المشط ده؟ قام باصص لي كده وقال لي اقعد نو برو ها، وضحك يعني هو بيقول لي ما اعرفش بحط ده ليه. مش هعلمك. شهر كل ده كان على حسابي. مش هعلمك كده. تمام. طب انا عايز اعرف الزيرو والنص. انا قسما بالله انا عمري ما فهمت الزيرو والنص ده من حتى من الفيديوهات اللي على اليوتيوب. عمري ما فهمت، ما اعرفش ليه، بس ما فهمتهاش الا لما جيت هنا. بجد والله، والله العظيم حقيقي. تمسك المكنه ارفع كده مش عارف ليه. الجارد، هو ده زيرو ولا نص؟ كده اضيق السن قريب من السن يبقى كده زيرو. ما هو معلش انت ما عندكش خلفيه بالموضوع وما حدش قاعد معاك وفاهم. وشهر معاه مش عارف افهمها. انت يعني ايه اوبن وايه كلوز؟ انا مش فاهم يعني ايه اوبن وايه كلوز. بالنسبه لنا كل حاجه في مهنتنا يعني مهنه هي بتحتاج الاستمرار وبتحتاج ان انت تكرر عليها. ممكن اتفرج عليها من يوتيوب او اتفرج عليها من اي حته زي ما انت ما بتقول. بس انا اقدر اجمع ويكون عندي الامكانيات المتاحه ان انا اجرب على حد، بالاضافه ان انا ممكن افهم بس ما عنديش الامكانيات ان انا اجرب على حاجه. غير كده وكده في شخص انا ممكن كشادي ابقى معتمد على ان انا عايز حد يعلمني. انا مش هعرف اعمل كده غير انا ان كده حد مثلا، يعلمني. انا كده مهما اتفرج على الفيديوهات ومهما اعمل، لا انا عايز افهم. احنا عارفين ان طرق التعليم 4. يعني في اللي بيتعلم، يعني مش هندخل في تفاصيلهم، بس انا الطريقه، يعني انا جيت هنا اصلا شفت الطريقه اللي انا بعرف اتعلم بيها هنا. لقيتها. هو ده اللي انا بدور عليه. بالظبط. حد واقف جنبي اعمل كذا 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 ومفهمني كل تفصيله. ليه؟ انا فاهم انا بعمل ايه المره دي بالظبط. لو في فيديو المره دي النهارده، يعني الحمد لله دي اكتر حاجه انا بشكر ربنا عليها اتعلمتها هنا في ميمو بجد. فضل ونعم. ان انا لما افتح فيديو دلوقتي انا عارف هو بيعمل ايه. اي قصه في الدنيا بقى خلاص انا فاهم المش ده حطه ليه وشاله ليه. انا فاهم خلاص بقى الدنيا بتتكلم ازاي. تمام. خلاص انا فاهم يعني ايه مكنه، وفاهم يعني ايه، فاهم كل حاجه. النهارده انا فاهم كل حاجه. كلمنا عن رحلتك في ميمو اكاديمي. لا دي رحله ما تتوصفش. احنا كده خلصنا النصايح، اتكلمنا مع كل حاجه، نصحنا الشباب، اتكلمنا عن تجارب شادي بره، واي شخص هيقابل الغربه عامله ازاي، وهناخد منها الحلو وهناخد منها الوحش. بس النصيحه ليك اللي انت بتقولها لهم، ما تسافرش الا ومعاك مهنه حرفيه، وافضلهم الحلاقه، وانك تتعلمها هنا افضل بكتير من ان انت تروح هناك مش هتعرف برضه. اي حاجه لها علاقه بالتجميل يا مستر رضا دي احسن حاجه. وكراجل اتعلم الحلاقه، لان الحلاقه معلش اخر حاجه، الحلاقه هناك هتلاقي رجاله وحريم بتحلق. كله بيشتغل. وكله عادي بالنسبه لهم. رجاله وحريم بتحلق صح. تمام. انا كشادي رحلتي ايه في ميمو اكاديمي؟ حلو. دلوقتي انا ازاي جيت ميمو الاول؟ انا بقالي 5 شهور بكلمكم لو حضرتك ما تعرفش اصلا. جميل. ما اعرفش. 5 شهور بتواصل مع مش عارف مين اللي كان بيرد عليا، انت صح؟ كان في تحول بيحصل، صوت فجاه بيتحول، بنت فجاه اللي بتكلمني بقى. تمام. بس انا ما كنتش عارف هنزل امتى، ما كنتش لاقي فرصه انزل. طيب انا لما نزلت اخترت ميمو الاول عشان هو بيختصر عليا الطريق، خصوصا ان انا ما عنديش وقت اقعد كتير في مصر، فهم 30 يوم. تمام. كل يوم، حتى الويك اند مفيش ويك اند، احنا كل يوم شغالين. وشايف على التيك توك ماشي شباب بتتعلم، وفي اللي هو مثلا روم والشباب بتعلم، بس مفيش بقى طلعات لكرداسه يعني احنا لفينا مصر كلها، يعني مركز دار ايتام ودار احداث ودار مسنين. تقصد ان انت اللي بتشوف على السوشيال ميديا؟ لا السوشيال ميديا مش مغطيه كل ده. مش مغطيه التحفيز النفسي اللي احنا كلنا اصلا اول ما نخش عليه خايفين منه. طب انا هحلق ازاي وهدخل ازاي ومش عارف ايه، كل ده لعب على اللي انا ما لقيتوش ومش موجود على السوشيال ميديا، جيت لقيته هنا في ميمو اكاديمي. ان احنا بنلف مصر كلها. جميل.
بجد والله. يعني دي اكتر حاجه انا مش شايف اي حد عمل عنها اي فيديو، ان احنا يعني ايه انتوا رايحين النهارده مثلا مدينه تانية هتحلقوا شباب القريه كلها ولا شباب المدينه كلها، ونروح ونلاقي عاملين فرح في الناس الشارع، وزحمه وناس وكل الناس عايزه والناس تحلق. بقت تيجي بقى من كل حته وبتاع، واحنا ماشيين فريق كده وبتاع، وانتوا مين انتوا مين ومش وضغط عارف ايه وشغل. وبتاع، وفجاه دخلنا مكان كبير، وفجاه شباب من كل حته جايين وانتوا بتحلقوا، وفجاه لقينا نفسنا احنا مش متوقعين ان احنا رايحين مثلا 5 6 بتاع، فجاه لقينا قريه بحالها، مدينه بحالها نحلق لها. طب ايه رايك في حته الضغط النفسي الاولى في الكنترول على نفسيه كل شخص يعني لما وديتكم دار مسنين اه ودار الايتام التانية؟ تمام. فايه بقى؟ اتأثرتوا بيها ازاي؟ اه فبالنسبة لك انت عملت اه كنترول على نعمة كبيرة انت فيها، اه وبعد كده وديتك السهل خلي ووديتك بالك، انا كل عايز اقول حاجة. لك على حاجه والله. قول. انا في حاجات كتيره قوي عايزه فيلم، يعني في حاجات كتيره قوي، هو شهر قول. عايزه فيلم. صح. تمام بجد. م. إيه، انا شفت كتير في حياتي، بس في حاجات ما كنتش متوقع في يوم من الايام اشوفها غير لما جيت. لان انا مثلا انا نفسي دار المسنين، انا عمري ما رحت دار المسنين، ولما دخلت دار المسنين عمري ما تخيلت نفسي اشوف الناس دي بعيشتها كده، وانا بحلق لهم وحاسس بعمل حاجه، انا حاسس بعمل حاجه كويسه، حاسس ان انا بعيدا عن المهنة انا بعمل بعمل حاجه حاجة. كويسه. لا بعيد عن المهنه، انا بعمل حاجه كويسه للناس. الحمد لله. إيه، ودرس بقى، في شباب مننا عيطت. اهم حاجة الدرس. درس بجد. الغرض من الزيارة دي عند رضا لشادي ولغيره كان ايه؟ بص يا هو مستر ده رضا، انا الدرس. هقول لحضرتك على حاجه. إيه، حضرتك ذكي الحمد لله، فضل ورب. بامانه من اللي انا ربنا شايفه. يعزك. يعني اولا في حاجات كتير حصلت كده فيها كنترول. يعني احنا مثلا في الشهر بتاعنا احنا كلنا حبينا بعض، ما شاء الله. كلنا حبينا بعض. انا واحد من الناس كنت حامل هم ده قوي اول ما جيت، وخدت سكن لوحدي. تمام. لا الشباب كلنا حبينا بعض. في كميه عياط بره حصلت واحنا بنسلم على بعض كنا في جيش، ومحدش عايز يسيب التاني ويمشي. دي حاجه، ده اول درس. في ايموشنز اتحركت كده جوه الواحد، زي ما كنا احنا بقالنا سنين مع بعض. حصل. دي حاجه. الحاجه التانيه الدرس ان احنا في نعمه، في نعمه يا جدعان بجد، قسما بالله كبيره كبيره. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقولها ازاي، بس احنا في نعمه. بس احنا بنعمة كبيرة ما كناش شايفينها، ما كناش واخدين بالنا منها. اما شفنا الناس اللي احنا بنمر بيها عملنا كنترول على حاجات كتير قوي ورجعنا فيلم حياتنا. بالاضافه لكده احنا كنا طالعين رايحين دار المسنين عادي، رايحين دار مسنين ناس عواجيز عادي. عادي، تمام. احنا متخيلين الموضوع عادي يعني. رجعنا من دار المسنين باشا، مستر رضا بيديك درس. انت ولا قلت لنا درس، ولا انت قلت لنا رايحين دار المسنين احنا قلنا الناس عواجيز، راجعين كلنا بنقول نفس الكلمه، باشا مستر رضا بيديك درس. الصدمه. بالظبط. الصدمه والمنظر اللي احنا شفناه تخيلك شيء رحت شيء تاني. ف في موقف حضرتك عملته معانا، هو كلنا استغربناه. قول. لما ودتنا دار الاحداث على اساس دار ايتام. قسما بالله كله كان مصدوم صدمه. دار ايتام، دار ايتام ايه ده؟ فين دار الايتام؟ وعيال غريبه واشكال. هو يا نهار اسود، مستر ده عمل فينا كده ليه؟ الدرسين كانوا في يومين ورا بعض مباشره. وبقينا نبص. زمالك إيه اللي ما جدعان؟ كانش بينام، اللي كان بيعيط، اللي قاعد يراجع نفسه، اللي فضل مصدوم باليوم واليومين وبيفكر كتير قوي. لو انا ما كنتش طلعتكم المكانين دول حلو، كنت هتقدروا تحسوا بالنعمه اللي احنا فيها او بالاماكن التانية اللي احنا رحناها. بامانه يعني اكيد في مشاعر كتير قوي وحاجات كتير قوي في عندك التفكير ناس اختلف. جايه من بيئات مختلفه، بعد ما جم من المكان ده بدون ذكر اسماء بدأوا يصلوا. فضل ونعم علينا، الحمد لله. دي حاجه. عملنا كنترول كويس. في شباب كانت جايه، خلينا بصراحه واخدها بطريقه مش عارف ايه، يعني كان بيعمل حاجات غلط كتير. بالظبط. وفجاه اصل بص يا مستر رضا، زي ما حضرتك شفتنا كده، احنا من بيئات مختلفه. اكيد. لما البيئات المختلفه دي كلها تتجمع في نفس النقطه، ان احنا كلنا نحب بعض مهما كانت البيئه اللي احنا جايين منها، ومحدش شم نفسه على التاني زي ما انا كنت متوقع.
وخلص الشهر وكلنا بنعيط وكلنا معانا ارقام تليفونات بعض وبتاع، لا يبقى احنا في مكان صح، احنا في مكان صح الحمد لله. بجد. على فكره يا جدعان والله مش بقول كده ورا قدام الكاميرا ولا حاجه، انا بتكلم اصل انا شفت برضو اماكن كتير، فاهم؟ فانت انت عارف تسيطر على احنا كنا كام؟ 65 شخص من بيئات مختلفه بعقليات ما تتخيلهاش، باعمار مختلفه، يعني اعمار وبيئات وعقليات مختلفه تماما، وكل ده عرف يتجمع في نقطه واحده. الحاجه اللي كنت خايف منها ما حصلتش. الناس كلها مثلا، انا حبيت الناس، انا حبيت كل الناس اللي في الاكاديميه. مطاوع ده يا نهار ابيض، مطاوع انا مش مصدق ان انا مطوع بقى في كميه حزن، في كميه حزن بقى. بص انا مصور فيديو يعني كميه حزن بجد والله. بس حد محترم وانت يعني مطوع من الحمد لله احنا خلقنا جو، مطوع من الناس اللي جايه من بيئه مختلفه وصعبه قوي واتغيرت هنا. الحمد لله اتغيرت هنا، ودي حاجه انا نفسي بجد اشوفه على يعني اللي احنا اتعلمناه هنا ننفذه بره، والحاجات اللي غيرتنا هنا تفضل موجوده. الحاجه الاخيره بقى مستر رضا، ما شاء الله عليك، حضرتك انسان ذكي وعرفت تتعامل مع عقلياتنا كلنا. انا عن نفسي لو عندي اكاديميه بتعامل، انا هروح اتعالج بره، اكمل علاج بره بامانه والله. هروح اتعالج بره بامانه والله باللي انا بشوفه. لا بامانه بتطلع من هنا مش عارف. انا اتكلمت مع مين قلت له مستر رضا بيطلع من هنا الله يكون في عونه. ايه ده اللي هو فيه ده؟ ايه ده يا عم؟ والراجل ده ازاي والله وكل وازاي في طول بال لكده، بدون ذكر اسماء برضه لكده. عموما يعني في اكاديميه ميمو انت مهما كانت عقليتك هتتعلم ومهما يكون انت ايه ولو انت ايه والله هتتعلم كنترول. هتيجي ميمو اكاديمي هتلاقي نفسك بتقابل مستر رضا. الكلام ده والله مش قدام الكاميرا والله. هتقابل مستر رضا وانت بتتعلم الحلاقه. اتعلم من شخصيه مستر رضا عشان بجد هي شخصيه عبقريه. بفضل الله. كون ان هو عارف يعني في حاجات كده مش موجوده على السوشيال ميديا، مش هتشوفها على السوشيال ميديا، هتلاقيها موجوده هنا لما تيجي تدخل المكان وهتشوف بنفسك. في حاجات كده هتشوفها اطلع من هنا متعلمها بقى من مستر رضا كشخص بره المهنه كشخص، وهتلاقي حاجات تلقائيه كده بتطلع كده تلقائيه وهتلاقي نفسك بتتعلم. وده اصلا اللي خلانا كلنا طالعين بنحب بعض، مفيش اي مشكله حصلت. احنا مفيش الجروب بتاعنا مفيش. الحمد لله. انا اكتر مشكله انا عملت مشاكل مع ناس في الاكاديميه ما بتعديش ال5 دقائق 3 دقائق والله. ومشاكل مش مشاكل يعني حد رمى كلمه مش عارف ايه، بس من حبنا لبعض معلش. وفي حد فضل كان في بينه وبينه مشكله، فضل شايلها لحد النهارده وقعد يحضن ويبوس فيا وانا اسف لك ومش عارف ايه. ان احنا خلقنا جو كويس ومحبه من بعض ومحبه كويسه، وخدنا ارقام تليفونات بعض، وانا لما اسافر هوريك شغلي وانت وريني شغلك، وعلى تواصل مع مستر رضا. وكل الناس اللي في الاكاديميه بصراحه عامله مجهود عظيم. مدربين باشا، انت في شباب عندها 12 سنه حسن. انا معجب بالحوار ده قوي. شاب عنده 12 سنه وما شاء الله عليه، طب بسم الله ما شاء الله، سواء مستر ادم او مستر ميمو ما شاء الله عليهم. واليوم شخصيا ان انا بقول له مستر عادي، قشطه عادي، بقول له مستر بتاع. هو فعلا مستر بصراحه على اللي انا بشوفه بامانه والله. الاثنين ما شاء الله عليهم، لا هو مستر فعلا، ومحدش عنده اعتراض على كده. يعني محدش فعلا فينا بص لحته سنون صغيره او بتاع، لان شخصيته وطريقته وشغله وحاجات انا نفسنا انا ما اعرفش الكلام ده. ما اعرفش اقف وسط شباب اتكلم بالثقه دي او اعلم الشباب بثقه كده. هل تفكيره لا مش 12 سنه، مش 12 سنه انا اللي 12 سنه والله بجد. بس فانت بقى لو عايز تتعلم الحلاقه تعالى ميمو اكاديمي بجد. عشان نصيحتك لرضا ميمو، نصيحتك ليا انا، انصحني. مستر رضا انا عايزك انت اللي تنصحني. لا بجد باللي انت شفته معايا. انت دلوقتي بتقول انت راجل ذكي وراجل فظيع، انت عايز تقولها كده. ازاي نيفر جيف اب بقى مستر رضا بجد يعني. اديني نصيحه بجد. نيفر جيف اب نصيحه من القلب بجد.
نصيحه من القلب بس بجد ما تفكرش. أصل- انا مش عايزك أصل- تفكر أصل أنا لان انا عايزك بصراحة تقول اللي في قلبك. بجد هقول لحضرتك على حاجه، بجد انت شخصيه ما شاء الله يعني تستاهل كل خير. انا نفسي بجد نفسي ميمو تلف، مستر رضا وميمو تلف إن شاء مصر الله. كلها وبره مصر، دي إن شاء حاجه الله. عشان المكان يستاهل. الحمد لله. حضرتك نفسي مفيش حاجه تغيرك بصراحه، عشان ساعات يعني بجد نفسي مفيش حاجه تغير فيك كمستر رضا. على انا وضعي تقصد. انا مش عايز اقول للناس ايه مستر رضا، الناس تيجي زي ما احنا اتفاجئنا. اصل ما حدش قال لنا مين مستر رضا، ما حدش. انا شايف هو مستر رضا عباره عن شخص ما اعرفش حتى ان هو صاحب الاكاديميه، شخص عادي شخص عادي بيشرح بيدي اللي بيبقى على السوشيال ميديا غير اللي غير الواقع بقى. فانا هقول يا حضرتك زكي مثلا اتعاملت كذا كذا، شخص كويس جدا محفز خايف علينا مش مادي. انا بصراحه دي حاجه الحمد لله. كويسه قوي، خصوصا ان في شباب في المكان هنا ما شاء الله كلهم عندهم اخلاص غريب وده يعني مثلا انا لما جيت طب ايه اللي يخليني اقعد معاكم هنا يا جدعان، فلقيت في كام نموذج كده طلعوا لوحدهم. بص يا باشا انا حصل معايا كذا كذا ومستر رضا عمل كذا كذا كذا. لا بجد بجد انا مش هينفع اقول قدام الكاميرا ايه اللي حصل يعني، عشان دي حاجه بينك وبين ربنا، وربنا يبارك لك في عيالك يا رب على اللي بتعمله مع الشباب بجد. فانا مش عايز اقول قدام الكاميرا ايه يعني. انت تقصد ونصيحتك لرضا خليك على وضعك، ما تتغيرش، ما تغيرش حاجه، انت كده هو ده طبيعتك. تمام قوي. غير التطور بقى اللي حضرتك بعيدا بقى عن التطور ده اساسي بعيدا عن اللي انت تقصده، اساس التطور، وان انت وربنا يخليك زي ما انت شغال كده بجد والله ربنا يبارك لك فيهم. اقول لك على حاجه، اللي انت بتعمله مع الشباب اللي هو معانا ربنا يرده في عيالك. انا بقولها لك كده في وش الكاميرا مش اكتر ولا اقل، عشان احنا شفنا الحمد لله حاجه ما كانتش متوقعه خالص. ما شفناش فلوس رايحين ندفعها، اتعلمت ما اتعلمتش اتكل على الله، ما شفناش دي. انا موجود على طول في الاكاديميه. دي حاجه غريبه برضه. على طول على طول ما احنا موجودين مستر رضا على طول معانا من اول يوم لاخر يوم. ما اعرفش تعمل كده ازاي بصراحه، والله ما اعرف تعمل كده ازاي. ماشي حد بيشتكي بقى من الموضوع ده؟ اسكت بقى. طيب